اسم حضرتك؟ محمد جمال رمضان. اسم المجني عليها؟ أباء جمال رمضان. أختك؟ أصل المشكلة؟ أصل المشكلة خلاف على ركنة سيارة استعان فيه الجار اللي هو ممدوح ده اللي هو صاحب الشركة ده بواحد اسمه محامي اسمه عصمت، قال له هات لي اسم تاني كله وتعالى. علي صوتك شوية. جه الكلام ده خلص، كانت الخلاف كان الساعة 11:30. الساعة 2:30 جه معاه في العربية اللي هو عصمت وممدوح، ومعاهم محمد أبو الخير أمين الشرطة اللي ضرب هناء بالنار، معاهم مخبر مباحث اسمه شحتة واخد بالك، وابتدوا يزقوا بيحركوا العربية من مكانها. واخد بال حضرتك، نزلوا العربية من مكانها يحركوا العربية من مكانها. شافت الواقعة دي أختي وأختها التوأم شيرين وأمي، نزلوا يشوفوا انتوا مين دول وبيبعثوا في العربية، ودول الناس بتسرق العربية، ونزلوا يشوفوا كده. واخد بال حضرتك، أمين الشرطة دفع شيرين في صدرها وقال لها ارجعي يا بنت ورا عشان ما اضربكيش بالنار، وشد عليها الأجزاء. اللي صاخوا هم جري والناس اللي معاه، وفضل لوحده. ابتدت السكان بتاع المكان تنزل. الامين ضرب طلقه في الجو، اصاب واحد من السكان بكعب ظهر طبنجته في دماغه، وضرب طلقات تانية وهو بيجري مصوبه من ضمنها الطلقه اللي صابت هناء. بس اسم امين الشرطه الجاني اللي هو اطلق الرصاص محمد ابو الخير. محمد ابو الخير. انت رحت المفروض تعمل محضر في اسم الشرطه. رحت اسم تاني ل10 من رمضان. تمام. بعد ما نقلت اختي من التامين الصحي على مركز الطب العالمي. رحت اسم تاني، مشيت مع البوكس، كان فيه احمد ضابط مباحث اسمه احمد غازي. رحت اسم تاني عشان احرر المحضر، كان الساعه 4:30 الفجر. قعدت لحد الساعه 9 لحد ما صباح يوم صباح الثلاث 26/6. قعدت لحد الساعه 9 قبل ما اتاخد اقوالي. خد اقوالي الضابط محمد عبيد، خد الاقوال وتمام، واتهمت فيها امين الشرطه، واتهمت فيها ممدوح، واتهمت فيها شحته. الساعه 9:30 خرجت على النيابه عشان اللي انا رايح اعيد نفس الاقوال. خرجت من اسم متكلبش متهم بتهمه التعدي على السلطات، وامين الشرطه اللي اصاب اختي بالنار راكب في البوكس من قدام طالع عليا خدمه. ده عدل الشرطه. محضر النيابه. رحت لرئيس النيابه وكيل النيابه وقلت له يا فندم من ساعه ما طلعت وانا متهم. قال لي انت بالفعل متهم بتهمه التعدي على السلطات. على طول عدت عليه نفس الاتهامات. تمام. قال لي انت متهم بتهمه التعدي على السلطات وهتحجز على ذمه التحريات. ايه اللي حصل مع والدك؟ والدي جه اتصلت بيه قلت له هات لي المتطلبات بقى انا هتحجز. والدي جه بقى دخل وقته في وكيل النيابه عشان داخل يقول له في يعني محمد موجود ليه هنا؟ تمام. محمد جاي يحرر محضر بالواقع، في ايده كلبش ليه؟ واخد بالك؟ قال له كويس اللي انت جيت، انت متهم بنفس التهمه بالتعدي على السلطات، وخرجت انا ووالدي في كلبش واحد. رجعنا على اسم تاني نص ساعه، وابتدت بقى المفاوضات بالامناء ومن الناس اللي في الاسم يعني. مفاوضات على ايه بالظبط؟ مفاوضات للتنازل عشان تطلعوا تشوفوا بنتكم اللي مضروبه بالنار اللي هي لسه ما دخلتش العمليات. تمام. يقولوا لها محتاجه نقل دم، وبيقولوا لها محتاجه فلوس عشان تطلعوا لها. تمام. ونوعدكم ان انتوا هتتنازلوا النهارده، بكره هتخرجوا قبل العمليه من النيابه. في محضر اتعمل واقع دخول اخت حضرتك التامين الصحي او مستشفى؟ في تقرير في اول ما استلموها في التامين الصحي، وقال لك من خلال المحضر يبقى وكيل النيابه يبعت ياخده. وفي تقرير اسم تاني بعت جواب خد التقرير المبدئي بتاع دخولها المركز الطبي العالمي. تمام. في تقرير خروج برضه في المركز الطبي. تمام. نهايه المشكله اللي حصل؟ بس مفيش حاجه حصلت لغايه وقتنا هذا الميعاد اللي بكلم حضرتك فيه. المجني عليها لم يتخذ اقوال، ولا هي ولا شهود النفي